السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة رمضان. أيام لازم نستغلها جدا في طاعة ربنا. بجد فعل الخير الأيام دي مش هيتعوض في أي يوم في السنة. أنا أحمد أبو زينة، والنهاردة هنتكلم في مشروع جديد. كوباية الشاي وحصلني. أهلا بكم مرة تانية. مشروع النهاردة من المشروعات المهمة أوي في البلد، وأنا بقول إن هو مهم جدا في البلد لأنه فعلا كده. وكل مرة أنا عارف إني بقول نفس الكلام، بس هو فعلا المشروعات دي مهمة أوي في البلد. النهارده هنتكلم عن مشروع تقطيع ورق الطباعة A4 والA3 والA6 والكلام ده كله. المشروع ده يا جماعة مهم جدا في البلد. أنا عاوز أقول لك إن إحنا الإنتاج عندنا ضعيف جدا، لأن إحنا أصلا معظم اللي إحنا بنستهلكه بنجيبه من بره استيراد. في الوطن العربي بنستهلك 150 مليون طن من الورق ده سنويا. طب إحنا بنصنع منهم إيه؟ حاجة لا تذكر. معظم الكمية دي بتيجي من بره استيراد، من الصين ومن الهند ومن اندونيسيا ومن دول كتير زي اوروبا. انما عندنا في مصر الموضوع ضعيف جدا. فبجد المشروع ده حضرتك قررت تدخل فيه، مشروع مهم جدا ومربح جدا. فخليك معانا وان شاء الله هتلاقي تفاصيل كتير مهمة جدا في المشروع ده وهتفيدك. حضرتك دلوقتي قررت انك تسعى المشروع. ايه المطلوب منك بقى عشان تبدأ؟ اول حاجة انا محتاج مكان يكون مش اقل من 100 متر، عشان عندي يكون المكنة بتاعتي محطوطة كويسة وفي مساحة جنبها للمنتج التام وللمواد الخام. تاني حاجة أنا باحتاج إن أنا أكون عارف كام نقطة كده معينين قبل ما أدخل. أولًا هتسمع كتير جدًا أنا عاوز منك ورقة A4 وزن 80 جرام، وزن 65، وزن 70. يعني إيه الكلام ده؟ هل الورقة اللي هي الA4 بتبقى 21 سنتي 29 سنتي بوينت 7 دي وزنها 80 جرام والّا 65 جرام؟ الكلام ده غلط. الموضوع إن أنت عندك الفرخ بيبقى المتر مربع وزنه 80 جرام، الفرخ المربع وزنه 65 جرام، وزنه 70 جرام، هو كده. الورقة الصغيرة دي بتلاقي وزنها صغير جدا، يعني الرزمة كلها أصلا اللي بتتباع 500 ورقة بيبقى وزنها كله تقريبا 2 كيلو 400 جرام. حاجة تانية، أنا دلوقتي عشان أبدأ، هل أبدأ بمقص ولا أبدأ بشيتر ولا أبدأ بسايز كات الأوتوماتيك الكاملة؟ أنا أقول لحضرتك إحنا عندنا ال3 أنواع دول. أولًا المقص اللي هو بيقطّع تقطيع بلدي ده مش مطلوب في السوق خالص، علشان كده اللي عنده مقص أو عنده الشيتر الناس دي موقّفة المَكَن، ما بيشتغلوش أصلًا بيه، لإن الناس كلّها بتستورد من برّه. أنا عاوز تقطيع كويس، يكون شكله محترم وتقفيله كويس، فبيجيبوا استيراد من برّه. فعشان أبدأ أنا هابدأ بالمكنة الأوتوماتيك الكاملة اللي هي اسمها cut size. المكنة دي يا جماعة بتاخد البقر تقطعه لك لحد ما تخرجه لك رزمة كاملة للبيع على طول. أنت ولا بتعمل أي حاجة وراها خالص، أنت كل اللي بتعمله بتركب البقرة وبعد كده بتلم وراها خالص الرزم وتعبيها. دلوقتي بقى خلينا نتكلم في المكنة الأوتوماتيك الكاملة اللي هي cut size. المكنة دي يا جماعة سعرها بيبدأ من مليون جنيه لحد 15 مليون جنيه. إيه الفرق ده كله؟ الفرق ده كله في حاجات كتير بتختلف من مورد لمورد، بتختلف في خامة المكنة، في إنتاجيتها، بتختلف معاك في خدمة ما بعد البيع. الأسعار دي كلها، وفي على فكرة معروض كتير جدًا، جدًا على الموقع علي بابا، أنا هاسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. من ضمن الأسعار دي كلها أنا اخترت مكنة كده سعرها في المتوسط شوية، سعرها 5.500.000 موجودة على موقع علي بابا. المكنة دي إنتاجيتها في الدقيقة الواحدة 80 متر. ال80 متر دول لو ضربناهم في 80 جرام اللي هو وزن المتر الواحد، فأنت بتتكلم تقريبًا في حوالي 6 كيلو 400 جرام في الدقيقة الواحدة. لو ضربناهم في 60 دقيقة فبتتكلم في 384 كيلو في الساعة. طيب لو حسبنا الحسبة كده هتلاقي إن الطن الواحد بيتم إنتاجه في 3 ساعات على المكنة دي. المكنة دي كمان بتشتغل معاك كهربا 3 فاز 380. كمان بيقدموا معاها خدمة قطع غيار مجانية ودعم على الإنترنت لمدة سنة كاملة، فدي حاجة كويسة. طيب خلّينا بقى دلوقتي نعرف الطِن ده فيه كام رُزمة. عندك متوسط وزن الرُزمة الواحدة اللي هي ال500 ورقة الA4 وزن 80 جرام، الرُزمة دي تقريبًا عاملة 2 كيلو 400 جرام.
لو حسبنا الطن على ال2 كيلو 400 جرام هتعمل تقريبا 416 رزمة في الطن الواحد. لو ضربناها في سعرها اللي هو متوسط سعر النهارده بيتراوح من 105 للرزمة الواحدة لحد 130 جنيه، فخلينا نحسب على 120. لو ضربت 416 في 120 فانت بتتكلم في 49920 جنيه. ده سعر الطن الواحد انتاج تام اللي هو 416 رزمة. على الجنب التاني بقى خلينا نشوف البقر ده بيجي لنا احنا لحد عندنا خام كام. على موقع علي بابا السعر ده متوسط 43 جنيه للكيلو، يعني 43000 جنيه للطن. يا سيدي هنصرف عليهم 2000 جنيه كمان شحن، فانت بتتكلم في 45000 جنيه للطن الواحد. على الجنب التاني انا اتصلت مع شركات هنا في مصر مستوردين بيتكلموا في الطن الواحد ب 48000 جنيه و600، رقم ضخم وفرق شاسع. الكلام ده كله بيفرق معايا بعد كده في الربح بتاعي، في الصافي الربح، وده كله من عندنا، وعندي سعر البيع معروف، ودي بورصه. انا برضو هسيب لكم لينك بتاع ابلكيشن كده بيعرفك يوميا اسعار الورق ده، موجود هنا في مصر، فاللينك بتاعه يبقى في الوصف تحت ببص عليه برضو. يا ريت يا جماعه لو حضراتكم مهتمين بالمشروع بجد تبقى بتكتب ورايا دلوقتي، لان الارقام كتير قوي في الفيديو علشان ما تتوهش مني. ويا ريت لو حضرتك وصلت لحد هنا اعمل لنا اشتراك في القناه وادينا تعليق على ذوقك كده، الحاجات دي بتشجعنا جامد ان احنا نكمل. المهم دلوقتي خلينا بقى نحسب فرق السعر بين البيع والشراء. انا دلوقتي لو هنحسب بقى يعني ايه، خلينا نحسبها على جزئين كده، اللي هو جزء الاستيراد لو هنستورد احنا الخامات بايدينا من الصين من علي بابا، ولو هنجيب من مصر من هنا. لو احنا هنستورد الخامات بايدينا عندك هيبقى واقف عليك الطن لحد ما يوصلك هنا ب 45000، وهو اصلا انت بتبيعه ب 49920، فبتتكلم في 4000 جنيه 920. ادي فرق الطن لو هتستورد. لو هتجيب من مصر من هنا بيبقى واقف عليك ب 48600، وانت بتبيع ب 49920، فانت بتتكلم في 1320، فرق شاسع. عاوزك بقى تكتب الرقمين دول في جنب كده وتيجي معايا لنقطه ثانيه بقى، مصاريفنا قد ايه شهريا. اولا لو ما عنديش عربيه يبقى هاجر عربيه بمصاريفها بكل حاجه هتكلفني 15000 جنيه، كهرباء وميه 8000 جنيه، ايجار مصنع 7000 جنيه. الارقام دي كلها متوسطات. ثلاث عمال 12000 جنيه، كل عامل 4000. سواق مندوب 8000 جنيه غير عمولة المندوب. لو حسبت ده كله هيقفوا عليك تقريبا حوالي 50000 في الشهر على 26 يوم. لو جينا قسمنا دلوقتي ال 50000 دول على 26 يوم هيقف عليك اليوم الواحد 1923 جنيه. يا سيدي خليها 1950 جنيه. اقسم ال 1950 دول على 10 ساعات في اليوم يبقى الساعة الواحدة واقفة عليك ب 195 جنيه. حلو جدا. يبقى الثلاث ساعات هيقفوا علينا ب 585 جنيه تقريبا. يا سيدي قول 600 جنيه. يبقى الثلاث ساعات هيقفوا علينا في التكلفة الشهرية ب 600 جنيه. الثلاث ساعات دول اللي هم بينتجوا لي طن كامل، يبقى الطن بيصرف عليا لحد ما يبقى انتاج تام 600 جنيه. يبقى الطن اللي جاي من بره هيكسب معاك 4320 جنيه، والطن اللي هتجيبه من مصر من هنا هيكسب معاك 720 جنيه، فرق شاسع. طيب خلينا نحسب بقى انتاجيه المصنع على مدار الشهر. انت تشتغل 26 يوم في 10 ساعات، فبتتكلم في 260 ساعه، اقسمهم على 3 ساعات اللي هو انتاجيه الطن الواحد، فبتتكلم في 85 طن في الشهر. اضرب بقى ال 85 طن دول فعندك في 4320، فانت بتتكلم في 367200. اضرب بقى ال 85 طن دول في 720 جنيه اللي هو مكسب الطن من مصر من هنا، هيديك حوالي 61200. فملخص الكلام دلوقتي المنتج هنجيبه من بره هنكسب 367000 صافي ربح في الشهر. يا سيدي هنشيل منهم ال 17000 اللي فوق دول، هوالك توالف اي حاجه، هيتبقى معاك 350000 عشان تعوض راس المال اللي هو 10 مليون جنيه كبدايه، فهتعوضه تقريبا في 30 شهر. فالموضوع كويس، اقل من 3 سنين. هنبدا بقى من الناحيه الثانيه. في مصر هنا لو هتجيب الشغل البقر من هنا من مصر فانت مكسبك 61200. هنشيل منهم، احنا مش هنبعد بعيد،
قُل مثلًا في الآخر هيبقى 50,000 صافي، علشان الهوالك والتوالف وغيره، فأنت بتتكلم في 50,000 عشان تعوّض 10.000.000 جنيه رأس مال، ربنا يديك طول العمر. وبكده أنا خلّصت كلامي النهارده علشان ما أطوّلش عليكم أكتر من كده، يا ريت أكون قدرت أفيدكم وأوصّل لكم المعلومة صح. لو حضرتك بتشوف الفيديو دلوقتي على الفيسبوك يا ريت تعمل لنا متابعة للصفحة الرسمية، ولو حضرتك بتشوف الفيديو دلوقتي على اليوتيوب يا ريت تعمل لنا اشتراك في القناة وتسيب لنا تعليق على ذوقك وإن شاء الله نرد عليك على طول. ولو حضرتك عندك فكرة أي مشروع حابب إنك تستفسر عنها أو نعمل لك دراسة جدوى عنها مبدئية، إحنا تحت أمرك، اكتب لنا في التعليقات وإن شاء الله هنرد عليك على طول. سلام.